السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليكم هلبة ما شفتوش وجهي، في هلبة حاجات لازم نهدرزها لكم، في هلبة أمور صايرة لازم إننا نهدرزها معاكم. يس I am back. في بداية المقطع لو كنت مش مشترك في القناة فاشترك في القناة، مازال 200 مشترك بس ونخشوا على 10,000 مشترك يعني ونقربوا من الهدف متاعنا اللي هو مازال بعيد هلبة. المهم زي ما تعرفوا إن آخر مقطع نزلته والمقطع اللي قبل الأخير كان على نهاية سلسلة من الصفر، وزي ما تعرفوا إن في سلسلة من الصفر وصلت لانني شريت سيارة احلامي، وطبعا غيرتها شريت سيارة تانية ودرت شركة زي ما تعرفوا. ولكن من بعدها بدت الامور تتدهور، صح الكلمة تتدهور. عدت في الفترة هذه او في الفترة السابقة كلها يعني من توتر، من مشاكل، من ضغط عمل، وكأني رجعت لنفس القفص اللي كنت فيه واللي كنت نبي نطلع منه يوم درت سلسلة من الصفر. وكان الهدف من سلسلة من الصفر ان نكون يوتيوبر من الصفر الى يوتيوبر واصل لمرحلة عالية جدا. ولكن للأسف ان غرتني مغريات الحياة وقعدت مركز على امور مش انائية اللي موجود فيها. فزي ما قلت لكم صار لي ضغط هلبة من ناحية عمل وكذا وكذا، وقعدت لاهي في امور هلبة وناس سفيان، ناس شنو يدير سفيان ومن يكون سفيان او كيف بدا سفيان اصلا. لعند الفترة الاخيرة خلاص قعدت نوصل لمرحلة متاع نوض الصبح انا مني انا شندير وش نهاية الامر يعني لأمتى. فخلاص فقررت القرار الآتي. زي ما تعرفوا إن في الوقت الحالي صايرة ثورة من صناعة المحتوى في منطقة الخليج وفي السعودية وفي غيرها وغيرها وغيرها. صايرة ثورة كبيرة من صناعة المحتوى وأفرقت صناع المحتوى. فأكيد أنتم عرفتوا أنا شن حندير. قررت إننا نبدأ وندير فريق فايك. والله خلونا نقولوا لأول مرة في سنة. شنو اللي يسوي لك؟ انا بحاول روحك من النوم يو خير مع بالذات المتابعين. اوكي سفيان بتدير فريق فايك وبترجع لصناعة المحتوى، هل سيبت البزنس الخاص بك؟ لا، بالنسبة للشركة فهي قاعدة تخدم امورها طيبة 100%. ولكن انا حركز على حياتي الفترة هذه، حركز على الانجازات، حركز على بدايتي وانا ايش نبي اصلا. قررت اننا نفتح التيم هذا ونتوكلوا على الله ونبدأ، ما نعرفوش لوين يمكن نوصلوا. ولكن بالنسبة لي زي ما تعرفوا ان الاهداف ديما عالية جدا وان ما نشوفش في شيء نهائيا، يعني يا اما يصير يا اما يصير، وباذن الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى ان بالتيم هذا حنوصل لمراحل بعيدة جدا. بس سفيان شنو هو التيم؟ التيم حيكون فريق من صناع المحتوى وفريق من لاعبين الرياضات الإلكترونية. الهدف من التيم هذا إنه مش نمثل ليبيا بس، بل الهدف إننا نوصل لمرحلة إن نمثل شمال أفريقيا وقارة أفريقيا بالكامل في المجال هذا. أغلبكم يقولوا وات هذا شنو يقول عنده 9000 مشترك بس، مش موضوع بالنسبة لي. حتى لو عندي 1000 مشترك بس حندير الشيء. بداية حطينا خطة وأهداف وحتكون سلسلة لتكوين فريق فايك من الصفر. الهدف الأول حيكون اللي هو تكوين الأعضاء وجمع الأعضاء الفريق، وماشي خطوة أنا في الموضوع هذا اللي هي فترة نخدم عليه. الثاني اللي هي تكوين الفريق من الأساس، والفريق شغل الفريق وخطة الفريق للاستمرار لفترات طويلة. الهدف الثالث اللي هو إن احنا نجلبوا رعاة. فانتم في السلسله هذه حتتفرجوا لكل شيء، ان فريق من الصفر لعند ما احنا نوصل لمرحله بعيده ونجلب رعاة وكل شيء. فهيك نحب نقول لكم اننا حاليا حنخش نرقد لنا تو الساعه 12 والساعه 1 في الليل، وباذن الله تعالى الصبح حنوريكم شو حنديروا بالضبط. فبس هذا هو، اتمنى منكم تدعوا لي بالتوفيق، وزي ما تعرفوني طول عمري بنقول لكم ان السي فوكس باك. اليوم الثاني من الغداء طول، فهمتوا كيف؟ ما نعرفش كيف صار بالضبط والجلتش هوا ونسيت ان انا نصور اصلا. ولكن المهم حاليا قاعدين نتغدوا شويه وجاي السويسي وبنطلع مع بعض. اوكي حاليا كيف كملت غداء باهي ولا، وحاليا بنمشي بنتلاقى مع واحد من اعضاء التيم وبنمشوا جميع مش ناخذوا التيشيرت اللي بنصوروا به اول اعلان للفريق. اوكي تو حاليا مفروض ان بننزل بناخذ التيشيرت اللي بنصوروا به اول دعايه، فهمتوا؟ انت تسألوناش شكل التيشيرت لانه مش معروف، واحنا بنروحنا بنعرفوا شكل ما التيشيرت. نعرفش يعني، فهمت؟ وقفته في الطريق ومفروض انه يبغى نوصله لكن ما باش ينزل، ما فهمتش علاش. ده يعني اقرب خيار توا عندنا هذه طبعا البيضة بكل التصوير وهي بكل باقي الفريق. في مازال في خيارات تانية زي هي هيك، لكن المشكلة في الشعار باهي ولا. وفي حتى هذه في منها الوان. طبعا هذا ما فيهمش كميات. لكم في هذه ونديروا الشعار لونه شنو اسمه
ابيض. خلي نوريكم التيشيرت الاول. اصبر، هذا التيشيرت اللي اخذناه تمام، طبعا راعي رسمي شركة نايك للفريق ان شاء الله بعد 10 سنين. المهم حاليا بنمشي بنطبع عليه ونشوفوا كيف يطلع. يلا حاليا طبعا جايين نطبخ التيشيرتات بتاعت الفريق، نوريكم يعني كيف تكون القطع. مش عارف لو تسمعوا فيه كويس ولا لا. نقدر نوريكم التيشيرت بتاع التيم، طبعا مازال فيه بالخلف تيم فايك. المهم هذا التيشيرت طبعا هذا ايمو، اول مره نطلع في القناه ولا؟ المهم زي ما قلت لكم هذا التيشيرت طبعا، وهذه يعني اول خطوه اللي هي ان احنا بنديروا الحاجات البسيطه، وهذا التيشيرت اللي بنصوروا به باذن الله تعالى الدعايه بتاعت الفريق. تو قولوا صدق، شو رايكم في التيشيرت؟ اعطوه كم تقييم من 10؟ وش رايكم في ايمو تقييم من 10؟ من بكري عليك فيه قاعد ما عرفت شلون بنوصله. قلت لك حط راجل. طبعا حاليا متجهين للقهوه، وزي ما شفتوا هذا التيشيرت اللي قلت لكم عليه. طبعا شباب نبيكم تعطوني في رايكم لوين حنوصلوا في التيم. سويسي هذا معه التيم. انا والله يشبح في وجهه نظرك ان حنبدو ان احنا ننظم مسابقات وحاجات. لوين حنوصلوا عربيا محليا. تمام. اكبر حاجه يمكن انت تتوقع ان احنا نوصلوا تونس. لا نحن نبدو لا دم خفيف. نحن نبدو اقوى تيم في شمال افريقيا. انزل روح انزل. حتى انت انزل يا رجل. انا فهمت شمام وين لقيتهم الزاز بس. سفيان خلصكوا طبعا هذه الار اس 7 توب تولي فاي. اصبر خلينا نورش الشعار ابو خالد. ايوه وراه. هذه المفروض تلصق. اصبر يا غبي. ايوه هي اصلا مش حتلصق من غير لصق يعني. مش حتنفك بكره. تسكت تتفكت حمار. انفكت اليوم. حمار. جيب ولعه. لا مش داخل الولعه تتعكرش الولعه. انت مين قال لك فيه تهوى؟ مش مفروض مبكر مروحين بيك رسمي. لا المفروض طلعت على الطريق لكن عادي. السلام عليكم. اوكي حاليا هذا اليوم الثاني، وكيف جهزت بضاعتي طبعا بنطلع ماشي للخمس مش نصور التصوير بتاع الفيديو اللي بنصوره للتيم، وبعدها باذن الله تعالى حنقول لكم شنو يصير باذن الله. حاليا متجهين لمدينه الخمس باذن الله تعالى. ما نعرفش متى نوصل بالضبط، ولكن اهم حاجه ان احنا نوصلوا بسلامه. فباذن الله تعالى متاع طنطا ان شاء الله ما يدرناش سبرايز ما درها. فهمتوا كيف لا؟ فان شاء الله خير باذن الله تعالى. توكلنا على الله والله ونعم الوكيل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان ييسر لي امري يا الله. نحن توا جايين المكان او اللوكيشن نتاع التصوير الدعايه اللي احنا بنديرها. هذا عاصم نزلوا العده توا نبدأ في التصوير. المفروض توا ان نكونوا كملنا تصوير يعني، مع انه مازال في شط ناخذوه وين؟ في البحر تحت المي. كيف ما تسالنيش لان انا بحداتي ما نعرفش. وبعدين طبعا نوريكم باقي الاحداث والسيناريو ان شاء الله يصير لنا ان شاء الله. هو الشمس تو خلاص طاحت باهي. لكن لحقوا ان شاء الله. لكن باذن الله لحق. كان في زحمه في الطريق. ايوه اوكي. طبعا جينا البحر، انه المفروض يعني انه في لقطه بناخذوها في البحر باهي، لكن الله اعلم هل يصير ولا لا، لان تو بنشوف يعني البحر مسقه ولا لا. المهم فيش انسان يعوم في العالم في الوقت هو، ولا في انسان اصلا طالع في الوقت هو بيموت. المهم كملنا تصوير عاصم. انا طبعا ميت هيك، قدرنا نكمل التصوير في البحر. مش عارف كيف ما زلت عايش انا. المكان هو ولا تفكروا في الترية هذه. طبعا المكان هو شبه قاعد مهجور هو يعني. المهم سيت اب القديم وكل شيء قديم هنا. البداية الأولى كانت من هنا بإذن الله تعالى. البداية الثانية برضو قررت إن نجي المكان هو ونبدأ من جديد من هنا. فبإذن الله تعالى لقدام بتسجلوا لايك وسبسكرايب. الفيديو الجاي حتعرفوا إني وين مشيت وشن حيكون. الفيديو الجاي حيكون البحث عن أول مستثمر وراعي للفريق.